يا جماعة تخيلوا معي، صحابي اسمه أنس بن النضر، عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، فاتته غزوة بدر فحزن حزن شديد وقال كلمة صار التاريخ: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلته المشركين، والله لئن أشهدني الله قتالا ليرن الله ما أصنع سنة بعدين. جاءت غزوة أحد والناس انكشفت وانتشر خبر قتل الرسول، الكل يتراجع إلا أنس بن النضر، وقف وقال كلمة تهز الجبال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم حمل سيفه واندفع لوحده زي الصاروخ. لقيه سعد بن معاذ فقال له أنس بكل ثقة وشوق: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. شم ريح الجنة وهو لسة في الدنيا، قاتل حتى استشهد. ولما خلصوا المعركة وجدوا في جسده 87 ضربة، سيف، رمح، سهم، مثلوا بجثته، فما عرفه أحد إلا أخته الربيع بنت النضر من أطراف أصابعه. قال أنس بن مالك: كنا نظن أن آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نزلت فيه وفي أمثاله. هذا هو الوفاء بالعهد يا إخوان، هذا هو الإيمان اللي ما يتزعزع. سؤال لك الآن: لو فاتك موقف خير، هل تستدركه بمثل هذا الشوق والصدق؟ أنس بن النضر رجل صدق ما عاهد الله عليه، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.